فتة شاورما هتاكليها وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتارة مش عارفة تعملي أكل ايه. هنعمل مع بعض النهاردة فتة شاورمة الفراخ. ده نص كيلو من البانيه وقطعته كده رفيع، ومعايا هنا توابل: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، وملح، بابريكا، كمون، توابل الشاورما. ومعايا هنا حوالي معلقتين من الزيت ومعلقتين من الخل، وهحط كمان معلقتين من الزبادي اهو. اللهم بارك. الخل، الزيت، الليمون، توابل، اقلبهم كويس قوي في بعض كده. قلبتها كويس، هنزل بقى كده بالبانيه او صدور الفراخ المتقطعه، وهقلبها بقى كويس جدا. اللهم بارك، ما شاء الله، تتبيله خطيره، جربيها هتعجبك جدا. هحطها بقى في التلاجة نص ساعه ساعه على حسب الوقت اللي معاكي. دلوقتي بقى هعمل معاكم الرز البسمتي بتاع فتة الشاورما، ان شاء الله احسن رز. هحط حوالي معلقتين من الزيت، وهحط دلوقتي 2 ليمون، كركم، حبهان، ورق لورا، شوحهم كده، وملح طبعا. شوحهم كويس قوي لحد ما ريحتهم تطلع معايا. وبعد كده هنزل بالرز اشوحه. شوحه كويس قوي، شوحته كويس قوي. هنزل بقى بالميه المغليه. الرز بيغلي، هوطي عليه بقى، هغطي عليه كده. ودلوقتي انا هحط معلقتين من الزيت كده، شكطة زيت سخنوا كويس. هنزل دلوقتي كده هنزل بقى الشاورما، هفردها. مش هقلبها دلوقتي، هسيبها شويه وبعد كده اقلبها. شايفين انا معليه عليها عشان السيوله الميه اللي فيها ما تنزلش. اللهم بارك. يا دوب تقلبتين وهتكون استوت، هي ما بتاخدش وقت كتير. اللهم بارك على الريحه، ريحتها تجنن ما شاء الله. الرز البسمتي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله، تحفه. وادي بقى الشاورما جهزت، وهنا معايا بصل وعليه سماق وقوطه متقطعه كده صغير وبقدونس. هحطهم دلوقتي على الشاورما وهقلبهم كويس. وهنا بقى معايا شويه عيش كده متحمصين، اللهم بارك، شويه عيش لبناني كده متحمصين. ودلوقتي هنزل بالرز، اللهم بارك، اللهم بارك. الطبق بيتكلم عن نفسه. وهنزل بقى دلوقتي كده بالشاورما، اللهم بارك. طبق تحفة، شكله تحفة. هنزل كده بقى بالتومية. التومية انا عاملاها في البيت. شايفين قوامها؟ الله اكبر، تحفة. اللهم بارك. عملنا الفتة السوري باجمل طعم، شكل تحفة. اللهم بارك. الطبق بيتكلم عن نفسه. وبالهنا والشفا. ومتنسيش بقى تعملي لي لايك وكومنت وشير عشان يوصل لك كل جديد.